يعني هو يبقى عندنا سمنة بلدي وطعم وريحة جايبة اخر الدنيا، وما عملت طاجن رز معمر كده في برام فخار يطلع طعم وريحة زمان؟ لا لا لا، طبعا لازم نعمله ونجربه طبعا. ويبقى كده الرز كده ما شاء الله وشه غرقان كده بالزبدة، والرز طري ومسكر كمان. لا يعني لا، لازم نعمله. كمان ما باخدش يعني 5 دقايق ويدخل الفرن على طول، وسيبيه مع نفسه في الفرن بقى. معايا كده كوباية من الرز المصري المغسول ومنقوع كمان. هقولك بقى على تركاية يطلع منك مفلفل وفي نفس الوقت طري ويشرب لبن كده بشكل خطير. هتجيبي معلقة من السمنة وتحطيها على النار تسيح، وطبعا رشينا رشة ملح كده حياء للرز، ولسه طبعا هنحلي بالسكر. دحي بقى معلقة السمنة دي للآخر وتروحي طشاها على الرز ومقلبة فيها. تمشيش سايحة، ممكن تمشي، بس بصراحة المقدوحة دي بتكون أحلى بكتير قوي، بتدي طعم خطير. وحطيت كوباية من السكر، وهبدأ انزل بمقدار اللبن، هو لتر من اللبن السخن المغلي، علشان يطلع معايا الرز دايب ومسكر وفي نفس الوقت مش معجن مفلفل من بعضه. اقلب المكونات دي كلها مع بعضيها. احضر بقى قطع من الزبدة كده، ابشر حتت كده واوزعها على الوش، وبعد كده ما اقلبش ابدا، هو اقلب لحد ما السكر يدوب. وبعد كده اخر حاجة اعملها ان انا اسيب الزبدة على الوش كده. انا مش عايزة الزبدة دي تسقط تحت الرز، تحت واخد السمنة الكفاية بتاعته، تفضل معايا على الوش كده. ولو متوفر كمان قطعة من القشطة يبقى عسل قوي. واسيبها على الوش كده وادخلها، دي اللي هتديني الطبقة العالية المتحمرة الخطيرة بتاعت اللي انتوا شفتوها في الاول دي. اني دايما رأيي اني افضل حاجة في التسوية هي الصواني الالومنيوم، فحطيت الطاجن في صينية الومنيوم وغطيت عليها بالغطا الفخار ده، دخلتها الفرن. قعدت تقريبا 45 دقيقة على ما طلعت، وكانت بالشكل الخطير ده. الرز مستوي ودايب جدا وعامل وشه طبقة حلوة. وسلام بقى على طعم السمنة البلدي مع السكر واللبن، ميكس خطير بصراحة. بالنسبة لي طبعا الرز المعمر الحلو بيكون ألذ، لأن هو ده الطعم اللي أنا اتعودت عليه. بما اني بقتنع دايما بتسوية الصينية الألمونيوم، فكنت عاملة نسخة تانية من الصينية الألمونيوم، لان دي بتكون المفضلة الى قلبي، وان هي فعلا كانت دايبة اكتر واحلى، واخدة وش ما شاء الله مظبوط. انا بحس ان الفخار بياخد او بيشرب نسبة كبيرة جدا من السوائل، وبيتأخر جدا في التسوية كمان. فبكون دايما محضرة للإنجاز واحدة كمان من الألمونيوم، وطبعا دي كانت ألذ فعلا. متوفر كميات كبيرة جدا من الزبدة، اللي حابب يجرب ويلحق خصومات وعروض الشتاء يتفضل يطلب من رسائل الصفحة. وكمان في أسعار وكميات خاصة جدا بالجملة. ما شاء الله، مقدار الزبدة اللي واقفة على الوش والقشطة تبارك الله، اللهم صل على النبي، خطيرة. والرز مفلفل وتسوية وطعم خطير. عجبكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك وشير. خصومات الزبدة حلوة جدا اللي عامل فول للصفحة. كمان صلوا على النبي في التعليقات. دمتم في رعاية الله.